أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه، يعني احنا كنا كل مرة بنتكلم عن حاجة ريليتيف بالسينما، ظاهرة سينمائية مختلفة، معرفش ايه الحاجات يعني معتادة بتاعتنا بتاع كل موسم وكل حلقة. موضوع الحلقة المرة دي هيكون مختلف شوية، لأن أنا هتكلم عن حاجتين قد تكون مواضيع عادية جدا، ولكنها مواضيع ممكن تبقى حماسية شوية، ممكن تبقى جو بقى تنمية بشرية زي كل مرة. يعني هنتكلم على الفشل والنجاح. كان في مرة بوست كده اتكلمت عنه في من كام شهر تقريبا كده، يعني كان قبل الحلقة، يعني قبل الحلقة دي مثلا. البوست ده كان في شهر 11، هبقى اسيب اللينك بتاع البوست ده في الديسكريبشن عشان تبقوا تشوفوا البوست ده. قلت فيه ان الفشل بيعلم والنجاح بيعلم. المهم انه يبقى عندك تقبل الناحيتين، ويبقى عندك تقبل انك تتعلم من الناحيتين دول. يعني ايه الكلام ده؟ اي واحد عشان بيفشل، اي واحد لما بيفشل محتاج ان هو يتعلم من فشله. لازم يدرك ان هو ايه اللي غلط فيه، ويشتغل على انه ما يكررش الغلط تاني، ويشتغل على انه يطور من نفسه عشان ما يرجعش لنفس الغلط تاني، ما يبقاش عامل زي اللي بيلف في نفس اللوب. نفس الكلام برضو للناجح. الشخص الناجح برضو بيبقى محتاج ان هو يتعلم، برضو يتعلم من نجاحه ده، بس يتعلم من نجاحه ويبني عليه. للأسف في مشكلة في المجال بتاع السينما ده، في مشكلة كبيرة جدا في ناس كتير، مش كلهم بس يعني بعضهم. المشكلة ان الناس الفشلة مش قادرة تدرك انها فشلت، ومش عايزة تتعلم من ده. لا، هي شايفة نفسها نجحت. هيقولك بقى بالارقام، هيقولك بالمشاهدات، هيقولك بمعرفش ايه. لكن هو لو هنزيل كل ده يبقى احنا بنتكلم ان هو فشل فعلا. فنيا هو فشل، بس مش هيعترف بده. اما بقى الناجح، يعني مع كامل احترامي طبعا لبعض الناس، بس في ناس بتاخد قلم في نفسها شوية، وفاكر نفسه بقى ان هو رقم واحد ونمبر وان ومعرفش ايه، وان هو بقى يعني الزعيم بتاع المجال، بدل ما مثلا ان هو يشوف ويفهم ويتعلم اكتر عشان يقدر يطور من مجاله اكتر. السؤال بقى، لحد امتى هنفضل نكابر في ان احنا ما نتعلمش من اللي فشلنا فيه او اللي نجحنا فيه؟ اهو ده بقى السؤال. طب بلاش، انت نفسك لما هتوصل لمكانة عالية هتعمل بقى زي الناس التانية اللي انا بهاجمهم دول، ولا هتعمل زي اللي انت ممكن دماغك شايفاه؟ انا بالنسبة لي انا مش هجاوب في الحاجة زي دي، ومش هتكلم عن نفسي. انا مش النوع اللي هو ايه، يقول لا انا بعمل كذا ومش بعمل كذا، واعمل لك الجو بتاع اللايف كوتش والكلام ده. فيعني مش هتبقى لطيفة يعني اما تطلع حاجة مني زي كده. بس انا هتخليها سؤال كده تسيبه لنا، انا هسيب لك سؤال كده مش مهم تجاوبني عليه دلوقتي. فكر في السؤال ده. لو انت لو انت شخص عندك النية ان انت تبقى ناجح، عايز تطور نفسك ازاي تبقى شخص مش عادي؟ ولما تفشل برضو ازاي تقدر تحافظ، يعني ان انت تطور من التطور ده وتقلبه النجاح؟ وازاي تستحمل الانتقادات اللاسعة بقى؟ اهو ده السؤال اللي يعني عايزك انت تفكر فيه كده مع نفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك احمد مصطفى، وعلى كمان الشانل بتاعتي في اليوتيوب برضو احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.